السلام عليكم. سلام كل ما كيتبع قناة للإفادة مع إلياس. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بفيديو جديد اللي غتسافروا معنا إن شاء الله مدينة إفران، المدينة الرائعة، المدينة البيضاء، المدينة اللي معروفة بالثلوج. واخا ما كاينش الثلج الصراحه مشينا واحد الوقيته اللي كاينه الشمس، فداب داك الثلج. خليكم معايا باش ان شاء الله تساراو معايا في هذه المدينه الرائعه، وغادي تعرفوا على شي بليصات. اللي ما كيعرفش هاد البلاصه غادي يتعرف على بلايص صراحه زوينين. المغرب ديالنا زوين، مناظر صراحة زوينة. كما كتعرفوا بلادنا معروفة بالغابات، بالخضورة، معروفة بالطبيعة ما شاء الله. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تمشيو فين تفرجوا في الفيديو كامل، لان كاين ناس اللي ما عمرهم مشاو هاد البلاصه يبغيو يكتشفوا بليصات اللي كاينين في النواحي ديال افران، نواحي تفاس. انا درت هاد الفيديو باش الناس يتعرفوا على هاد البلايص الزوينين الصراحه، اللي ما عمرهم زاروا هاد الاماكن ان شاء الله يزوروها. طبيعة غزالة غزالة، خصوصا ملي كيكون التلج. للأسف كنت بغيت نصور التلج ولكن ما لقيناش. مرة أخرى إن شاء الله حنا كنسافروا بزاف لمدينة فاس، وإلا مشينا لفاس ضروري كنطلعوا للإفران. هاد المدينة بالضبط كتعجبنا صراحة. نخليكم مع هاد اللقطات في بعض الأماكن اللي منها إيموزار، لأن هي قبل من إفران أول بلاصة غادي نمشيو ليها هي إيموزار. موراها إفران، مدينة إفران اللي غادي تشوفوها إن شاء الله. ومورا إفران هبطنا الأرزقورو، يعني الأزرو، وغادي تكتشفوا معنا إن شاء الله هاد البليسات. خليكم معنا ما تمشيو فين.
أرزغورو والتي فاق العمر 8 قرون، ولا تزال رغم جفافها وتساقط أوراقها منذ أزيد من 10 سنوات، وهي أقدم شجرة أرز في القارة الإفريقية. حملت هذه الشجرة اسم الجنرال الفرنسي هنري جوزيف أوجين غورو الذي كان يحكم المنطقة في عهد الحماية الفرنسية. كما كان هنري غورو يحب زيارة الشجرة الضخمة وقضاء وقت الفراغ تحت ظلالها. يفوق ارتفاع شجرة أرزغورو 40 مترا ومحيطها 6 أمتار. رغم أنها ليست أقدم شجرة أرز في المغرب، فإنها اكتسبت شهرة عالمية وتحظى باهتمام سياحي كبير. من بعد ما تغدينا غادي نتجهوا لبلاصة اللي معروفة في مدينة إفران ومشهورة بها كذلك، بلاصة ديال السبع اللي منحوت في صخرة. اللي معروف عليه ان اللي نحتو كان شي سجين فرنسي في عهد الحرب العالمية الأولى، كان استعن بجوج سجناء اللي عاونوه في النحت ديالو. سبحان الله. مهم هادو بعض المعلومات على هاد السبع اللي معروف في إفران. أتمنى هذا الفيديو ينال إعجابكم. لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وإعجابكم. إلى فيديو آخر إن شاء الله.